ايه رأيك لو قلت لك انك على اخر الفيديو هتقدر تنطق الخمس جمل دول كلهم وكأنك شخص امريكي ومتربي في حواري نيويورك؟ تعال نشوف ازاي. الموضوع هو خدعة بسيطة خالص، وهي ان عشان تنطق الانجليزي صح تركز مع الاصوات مش مع الحروف المكتوبة. فمثلا ازاي تنطق الجملة دي كده؟ You have to go. You have to go. في الجملة دي انت مش هتقول have خالص، وتو هتدخل معاها وهتبقى صوتها مفتوح، فبدل ما هتقول you have to go فانت هتقولها you have to go. يبقى have to هتبقى كلمة واحدة اللي هي have to، فهتقول you have to go. You have to go. You have to go. الجملة دي بقى عشان تنطقها صح Let me go. Let me go. فانت هتخلي let me صوت واحد واللي هو let me، فمش هتقول let me go، هتقول let me go. let me go. Let me go. نفس ما عملنا في الجملة اللي فاتت هنعمل في الجملة دي، فبدل ما هتقول give me the pen Give me the pen. فانت اول جزء هتقول give me، يبقى بدل give me هتقول give me، و the وطبعا pen خلي بالك بس من حرف البي، بدل ما هتقول give me the pen هتقول ايه؟ give me the pen. give me the pen. Give me the pen. الجملة دي بقى فيها كذا حاجة كده، خلونا نركز فيها مع بعض. أول حاجة إنه what are you هتبقى watcher. مش مصدقني يسمع كده المقطع ده؟ صدقت بقى يا معلم؟ فبدل what are you هتبقى watcher، وبدل going to هتقول gonna. فبدل ما تقول what are you going to do هتقول what you gonna do. اما اخر جمله فاحنا عندنا 3 كلمات ولكن هيعملوا صوتين بس. Just tell them. اول كلمه وهي كلمه just، انت مش هتقول حرف التي وانت بتنطقها فهتبقى just، وبدل ما تقول them هتقول ام بس، فساعتها هتبقى الجمله just tell them. بدل just تلزم هتقول just tell them. Just tell them. Just tell them. You have to go. Let me go. Give me the pen. What you gonna do? Just tell them. شفتوا بقى وقعدتكم في اول فيديو ان انتوا هتنطقوها زي الامريكان ووفيت بوعدي. ده كان الجزء الاول، ان شاء الله يبقى فيه اجزاء تانية. تابعونا عشان تعرفوا كلمات اكتر وجمل اكتر ويبقى النطق مظبوط 100%. هلا